السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم صلصة البيتزا، فكتجي رائعة واقتصادية. بالنسبة هنا غادي نحتاجو طماطم، ضروري تكون الطماطم طيبة مزيان. غادي ندير فيها هاد الشريطات كيف ما كتشوفوا على شكل زائد من الفوق. هنا في كاسرون وضعت الماء وخليته حتى غلى مزيان. هنا غادي نضيف الطماطم وغادي نتركها تقريبا 3 دقائق. من بعد ما دازت 3 دقائق كيف ما كتشوفوا الطماطم ديالنا غادي نحيدها من الماء ونخليها تبرد واحد شويه. هنا غادي ناخذ واحد المقلاة غنضيف فيها تقريبا ملعقه ديال زيت الزيتون وبصله مفرومه قطع صغيره، وكذلك غنضيف 4 فصوص ديال الثوم. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما بردت لينا الطماطم انا غادي نقيها نحيد لها داك القشور ديالها. من بعد ناخذ واحد السكين وغادي نحيد ديك الراس ديال الطماطم كيف ما كتشوفوا. هنا البصل ديالنا بدا يتشحر، نخليه حتى البصله تنزل لينا وتبدل لها اللون ديالها. عاد من بعد غادي نضيف ليها الطماطم. هنا من بعد ما تشحرت لينا البصله كيف ما كتشوفوا ضفت ليها الطماطم. غادي نضغط عليها هكا شويه، الا بغيتو طحنوها تيبقى الاختيار ديالكم. هنا غادي نخليها طيب لينا شويه، غادي نسد عليها. هنا كيف ما كتشوفوا راه خديت الخلاط هاد اليدوي، بديت كنضغط على الطماطم من الفوق، فكيف ما كتشوفوا دغيا انسجمت لينا. هنا من بعد غنضيف 2 ملاعق ديال طماطم مركزه وغادي نخلطهم مزيان. صافي هنا من بعد ما طابت لينا الصلصه ديالنا غادي نضيف تقريبا واحد الملعقه ديال زيت الزيتون من الفوق وغادي نسمو الصلصه ديالنا. نديرو التوابل، هنا درت ابزار ودرت فلفل احمر ملح ونسمتها بالزعتر. فهاد الصلصه هذه كتجي رائعه بصراحه. شوفوا هنا من بعد ما طابت فلكم الاختيار، اما تطحنوها ولا تصفيوها اللي بغيتو. هنا انا غادي نصفيها. شوفوا من بعد ما صفيتها شوفوا الصلصه ديالنا يا سلام كتجي رائعه. زوينه وتكونوا محضرينها من قبل، يعني ما ياخذش لكم الوقت، تكون عندكم دغيا تحضروا البيتزا ديالكم. هنا كيف ما كتشوفوا وضعتها في واحد القنينه اللي تكون دائما معقمه وضفت ليها زيت الزيتون من الفوق. فكان هذا هو الشكل النهائي ديال الصلصه ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنقول لكم مع السلامه، نتلاقاو في فيديو جديد.